زي كلمة أهلها. تمام؟ مفيش حاجة اسمها كده. بص الله يخليك بس عشان تبقى حضرتك واخد بالك. شوف ركز معايا. أولا إذا كانت كلمة بنون ولا إذا كانت كلمة أهلون هي أصلا من الملحقات موجودة عندك هنا فوق. طيب الضمير ده يا جماعة الضمير اللي هو كلمة الأب والألف دي والأب والألف ديت والأب والألف دي والأب والألف دي الضمير ده مضاف إليه. الضمير ده في محل جر مضاف إليه. طيب لما جيلك النسخة في الامتحان استبعدها استبعاد كامل. يعني ما ينفعش تفكر في دي ولا تفكر في دي. طب محمد بيقول لي ايه يا مستر؟ خلي بالك يا مستر عمرو بحضرتك بتقول لو الكلمه اقسم بالله والله هيجي لك زيها. انا بقول تمام؟ محمد بيقول طب بتشيل النون ليه؟ يا عمي في واحده هنا معلش الله يخليك في الورق اسمها انتبه. بص لها كويس كده. اول ما تبص على كلمه انتبه موجود تحتيها ايه بالاحمر؟ لو بعد جمع المذكر السالم وبعد الملحقات جالك كلمه تتعرف مضاف ايه؟ مضاف اليه. هتحذف الايه؟ النون. طب محمد قال لي يا مستر انت تقصد ان هنا في مضاف اليه؟ اه والله يا كريم. الهاء والالف اللي عليها دي مضاف اليه. واحنا بنسالك انت ليه سايب النون زي؟ اصل انت معلش هي الكلمه اصلا كلمه بنون وانت زودت لها الهاء والالف او الكلمه كلمه اهلول وانت زودت لها الهاء والالف. طب الهاء والالف في الاثنين تعتبر مضاف ايه؟ طب المفروض العقل بيقول يتم حذف الايه؟ النون. باشا دي لو جلت معاك في الامتحان بكره بحق. بس انت ما تنساش المضاف اليه له شكلين. الشكل ده اللي بيخمك ان هو يجيب لك كلمه واحده وحاطط لك الهاء والالف او حاطط لك اي ضمير على انه مضاف اليه. انت اللي نسيت وقررت تاخد الكلمه والنون موجوده وده ما ينفعش. لابد من حذف النون للايه؟ بص يا باشا تمام؟ عندك في سؤال بسيط جدا خليك معايا فيه. بص يا ابراهيم تقهر مكتوبه كده عندك تقهر مصر نقط الشقاء وطالبين هنا ملحق. السؤال عندك في كم اختيار؟ في كلمه سنون اي وفي كلمه سنون وفي كلمه سنين وفي كلمه سنين. طب معلش الله يخليك تمام؟ انت تختار ايه؟ اول حاجه انت هتعملها خلي بالك مكان النقط انت محتاج لازم يا جماعه اي حاجه في النحو بيكون الراجل حاطط لك نقط بيقول لك انت تختار مكان النقط لازم تبقى عارف اعراب الكلمه اللي انت هتختارها ايه؟ ليه؟ لان هو خلي بالك يا كامل سلمك النسختين دول فيهم واو ولا ما فيش؟ طب يا باشا الكلام اهو واضح عندك علامات الاعراب الرفع بالواو. يعني معنى كده ان الاثنين دول مرفوعين ولا منصوبين؟ مرفوعين. حلو. الاثنين دول فيهم الواو والنون ولا الايه؟ تمام. يبقى الاثنين دول في حالتين تانيين وهي حاله النصب او حاله الجر. طب معلش ايه الفرق بين دي وبين دي؟ في واحده النون موجوده والثانيه النون وهنا برضه واحده النون موجوده والثانيه النون. عشان تختار يا زياد لازم تعرف الكلمه دي. طب ما الكلمه دي واضح جدا بعد ما دي تتحط دي هتبقى مضاف ايه؟ طب والمضاف اليه ما بيحبش النون بتاع الجمع المذكر السالم. يعني اللي يقعد لازم يتخلص من النون بتاعته الاول قبل ما يقعد قبل منه. ولا اسم المضاف اليه. مش بقبل خالص كلمه فيها الايه؟ يعني معنى ذلك ان الكلمه الاولى هنا اكس والكلمه الاولى هنا اكس. طب انا دلوقتي هفكر في الكلمه دي والكلمه دي. اللي هيساعدك الاعراب. لازم تعرف تعرف. تقهر فعل مضارع. اسال نفسك مين اللي بتقهر؟ ده الفاعل وادي الضمه بتاعته. بتقهر ايه؟ بتقهر السنين. تمام؟ دي المفروض مفعول ايه يا معلم؟ ب. طب بالله عليك مش المفعول هي منصوب؟ يبقى انا هديله الياء ولا الواو؟ الياء. خلاص يبقى انا هاخد النسخه دي يا جماعه. انا هاخد النسخه دي. ولو حد سالني هيجيب جمله زي رقم 2 دي بالظبط يا محمد. لا يرتقي بالمجتمعات الا نقط. تمام؟ الورقه قدامك. وقال لك لو سمحت عاوزين نحط المستثنى مناسب. هتحط المستثنى ايه؟ طب معلش يا جماعه احنا اتعودنا حاجه.
جملة الاستثناء يا عمر لازم تحدد نوعها الأول. تعال فكرك كده، الاستثناء بإلا جملته ليها كام نوع؟ جملته ليها 3 أنواع. كان في تام مثبت، وكان في تام منفي، وكان في ناقص منفي. بالترتيب التام المثبت يا عم هات ورقة فاضية الله يخليك لما تروح. التام المثبت المستثنى بتاعك هتنصبه وجوبا، والتام المنفي تنصب، ما هرجع الكلام ده دلوقتي، تنصب جوازا او تطلع بدل. طب لو طلعت ناقص منفي النوع الثالث هتعلم حسب الموقع فين؟ بص بقى، غير ده كله ده الكلمات اللي مكتوبه تعتبر ملحقات جمع مسكر، اكيد كده؟ فهو لك لا يرتقي بالمجتمعات الا هتقول اهلها ولا اهلوها ولا اهلونها ولا اهليها. اول خطوه انت يا باشا هتعملها، اول خطوه عشان تبقى عارف هتحل ازاي. تمام؟ ركز تبقى عارف هتحل ازاي. انت هتقول لا يرتقي اهو، لا يرتقي بالمجتمعات الا، تمام؟ ونحط نقط. على فكره انا مش عارف انت ليه مش مقتنع بالحقيقه اللي انت هتحل بيها. لازم مكان النقط تبقى عارف الكلمه اللي هتتحط اعرابها ايه، عشان نعرفه هنختاره ازاي. لان الراجل عتيق في الاختيار، حاجات فيها واو وحاجات فيها ياء. تمام؟ خلي بالك معايا يا عبد الرحمن. يرتقي مين اللي هيرتقي؟ الاهل هم اللي هيرتقوا مين؟ فانت لما تيجي تشيل زي ما احنا قلنا، تشيل لا وتشيل الا هتلاقي الجمله ليها معنى. تمام؟ يرتقي بالمجتمعات، اختار بقى هل اهلها ولا اهلونها ولا اهليها ولا اهلها. واحده واحده بس براحه. الاربع كلمات دول فيهم واحده مش ملحق، مش ملحق اصلا. انهي واحده؟ مالهاش دعوه بالملحقات الى كده. برافو عليك يا محمد. دي كلمه اهل يا باشا، كلمه اهل. محمد قال لي مستر حضرتك كاتبها فوق، قلت له لا حاسب انا كاتب اهلون مش اهل. صح؟ انت عندك في اسهم فوق اهي فيها كلمه اهلون. حلو قوي. يعني لازم وانت بتختار من الاهل يا تختار نسخه فيها الواو يا تختار نسخه فيها الياء. طب لو نسخه ما فيهاش ولا واو ولا ياء تختار ازاي؟ انت خدتها ازاي؟ تمام. يبقى خلي بالك. طب تعالى نعمل. ما احنا اتفقنا اللي هيرتقي دول اللي هيرتقوا، فمعنى كده ان الكلمه الفعل بيبقى مرفوع، صح؟ مين هنا في النسخ دي مرفوع؟ الاولى والثانيه. بس في واحده فيها نون والثانيه بنشال منها ليه؟ ايه رايك؟ هو الهاء والالف ايه يا عم مضاف ايه؟ المضاف ايه يتسبب ان النون تقعد ولا تتشال؟ يبقى معنى كده ان انا هختار اهلون. خلي بالك انا عايزك تميز شيء، ان بكره الامتحان ولحد دلوقتي انا ماسك الاقلام الاثنين. تمام؟ برجع لك شرح. لو شفت حد بيعمل كده في اي مكان قول لي. لان اهم حاجه بسيطه يا عبد الرحمن، حاولتي ابني عنده. بس اصل كله بيعمل ايه في الليله اللي زي دي كده؟ وهو واقف قدامك كبير وساعه ونص ويمشي لانه عنده غيرك. تمام؟ طيب دي صح الاجابه الاولى، دي صح الاجابه الثانيه، اقلب